وجهت مجموعة المجان المساندة للرجاء الرياضية دعوة لكافة أنصار الفريق الأخضر لارتداء اللون الأخضر يوم الأربعاء المقبل، وذلك بمناسبة إحياء الذكرى السبعين لميلاد النسور الخضر الذي يوافق 20 مارس. وأصدرت فصائل كورفاسود بلاغا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دعت فيه كل الرجاويين في جل بقاع العالم لارتداء اللون الأخضر على طول اليوم، سواء في العمل، الدراسة أو أي مكان سيقضي فيه ميلاد الأسطورة. كما أعلن ذات المصدر عن احتفالية خاصة يوم غد الثلاثاء بمركب الوزيز في إطار تخليد الذكرى السبعين لميلاد النادي الأخضر. ويدأب مناصر الرجاء الرياضي على الاحتفال بذكرى ميلاد فريقهم كل سنة يوم 20 من شهر مارس. يسير الناخب الوطني يرفع نار في اتجاه استبعاد عناصر فريق الرجاء الرياضية عن المواجهة أمام منتخب الأرجنتين المقرر يوم الثلاثاء 26 مارس الجاري بملعب الكبير لمدينة طنجة. وكشفت مصادر مطلعة أن الناخب الوطني من المرتقب أن يرخص لثلاثي الرجاء إلى الحافظ بدر بانون وزكريا حدراف بالغياب عن المباراة المذكورة بسبب التزامهم بالسفر رفقة بعثة الفريق الأخضر إلى الدوحة القطرية اليوم 25 مارس الحالي تحضيرا لمواجهة الترجي التونسي برسم الكأس الإفريقية الممتازة. وتابعت مصادر ذاتها أن إدارة الفريق الأخضر قد قررت السفر إلى الدوحة قبل 4 أيام عن موعد المواجهة التي ستجرى بملعب الثاني بن جاسم بالنادي الغرافة الرياضية، وذلك لتحضير بشكل جيد لهذه المواجهة التي ستجمع بين الرجاء الفائز بلقب كأس الاتحاد الإفريقي والترجي الحائز على كأس دوري أبطال إفريقيا. طلب الإسباني كارلوس ألونسو مدرب الجيش الملكي لكرة القدم المسؤول فريقه التعاقد مع لاعبين 2 من الرجاء الرياضي في الميركاتو الصيفي المقبل لتعزيز صفوف الفريق العسكري حتى يتمكن من المنافسة على الألقاب في الموسم المقبل. وكشف مصدر مسؤول أن كارلوس ألونسو أوصى مسؤولي الجيش الملكي لكرة القدم بضرورة التعاقد مع زكريا حدراف ومحسن أجور اللذين ينتهي عقدهما مع الفريق الرجاء في يونيو المقبل، دون أن يتمكن مسؤول الفريق الأخضر من إقناعهما بالتجديد إلى حدود اليوم. وأوضح المصدر ذاته أن مسؤولي الجيش الملكي يحاولون جس نبض حدراف وياجور لتلبية طلبات المدرب الإسباني في محاولة الإقناع باستمرار مع الفريق في الموسم المقبل. يشار إلى أن الرجاء الرياضي لكرة القدم نجح في تجديد عقدي كل من محمد بوعمير وعبد الرحيم شاكر، بينما رفض الإمام عبيد الاستمرار مع الفريق، الأمر الذي دفع مسؤولي الرجاء إلى التخلي عن خدماته. وكانت مصادر خاصة أكدت أن زكريا حدراف بدأ مفاوضات مع فريق الجيش الملكي قصد الانتقال إليه في الميركاتو الصيفي في حال توصلوا إلى اتفاق مع مسؤولي الفريق. سيغيب حكيم زياش نجم الكرة المغربية عن المباراتين القادمتين للمنتخب المغربي أمام مالاوي برسم الجولة الأخيرة من تصفية كأس إفريقيا واللقاء الودي أمام الأرجنتين. وكان زياش قد خرج مصابا من المباراة التي خسرها أياكس أمام أزيد الكمار أمس الأحد بعد شعوره بألم على مستوى جربلة الساق اليمنى. وكان مدرب فريق أياكس قد صرح قائلا: أعتقد أن زياش خرج من الملعب في الوقت المناسب، أتمنى ألا تكون إصابته خطيرة، سيظل في أمستردام حاليا.